رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صاب فلغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي جعل لبعض الأزمنة قدرا ومكانة وفخرا، نحمده تعالى ونشكره على ما أطلع لنا من سماء الفضل بدرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد شكرا على نعم منه تترى، ونشهد أن سيدنا ونبينا مصطفانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم. رفع الله له ذكرا وأعلى له قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من أشاد القرآن لهم فخرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، المنة والفضل من الله علينا أن بعث فينا رسوله فألف به بين قلوبنا، ووحد صفوفنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. دعا قومه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم وعبادة رب العالمين. وعندما هاجر إلى المدينة المنورة غرس في نفوس أصحابه شجرة المحبة وسقاها بماء الألفة والمودة، ووحد الكلمة بين المهاجرين وأهل المدينة، فنشأ مجتمعا مترابطا متعاطفا متماسكا كالجسد الواحد، تحقق فيهم وصف ربنا سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أحاطهم بما يقوي أخوتهم ويؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم، فقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فقوي يقينهم وازداد إيمانهم، وانطلقوا يحملون شرف هذه الأخلاق العالية والصفات السامية لهداية الخلق من الظلمات إلى النور، ويشقون الطريق إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة. فنشأت أمة لها تاريخ وجولة، وتحول الفرد من مخلوق لا وزن له إلى إنسان له رسالة وغاية. نعم، ابتعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير داع وخير معلم، يعلم الأمة الكتاب والحكمة. علم العاملين الأمانة حينما عمل أمينا صادقا عفيفا، علم التجار الكسب الحلال الطيب حين حذر من الاحتكار والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ومن الجشع والطمع الذي نعيشه اليوم. كم نفوس استحكمت عليها الدنيا واستولت وأخذت ما ليس لها فيه حق، وكم من أناس يأخذهم الشح والبخل والطمع فلم تعد لهم ضمائر تصدق بضمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعا للميسرين المخففين عن إخوانهم. فهذا الإمام علي
فهذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه يدور في سوق الكوفة مذكرا للباعة والتجار قائلا: لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا، إن الله مع الميسرين القانعين. وكان سبب يسار عبد الرحمن بن عوف أنه لا يؤخر بيعا ولا يرد ربحا قط، ويمنع باليسير ولا يطمع، إذ ليس الغنى بكثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. هكذا تعاليم الإسلام، ومن لم يعرفها فليتعلم ذلك من سنة نبيه المعلم الأول والمرشد الأكمل الذي علم البشرية في كل مجال من مجالاتها. علم المرشدين طرق الدعوة إلى الله حين أخلص في دعوته، والتزم جانب الحكمة والموعظة الحسنة. علم القضاة منهج العدل حين عاش قاضيا عادلا وحاكما منصفا. لا ترده عن العدالة قرابة أو صلة. لم يحابي ولم يجامل أحدا، بل نصح ووجه وحذر ونبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حين يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: وما بوائقه؟ قال: قشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده من النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكنه يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فهل يا ترى وعين هذه التحذيرات النبوية حينما نتعبد الله بصلاتنا وصيامنا؟ نعم عباد الله، لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرا ولا ضرا إلا وحذرنا منه، ولا خير ونفعا إلا ودلنا عليه. فلنسلك طريقه ولنتعرف على أحاديثه وسيرته. فالله عاتب من قبلنا بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ونحن نعيش الأيام الأولى من شهر مولده، فلنعزز بنفوسنا محبته والتعرف على هديه، فقلوبنا تعيش خواء وفراغا. وذكره وكثرة الصلاة عليه سبب لحل المشكلات والمعضلات، كما أنها سبب لنيل الرحمات والفيوضات والبركات. ولنتعلم أخلاقه الكريمة ومحاسنه الجليلة، ولنعش مع سيرته وهديه بعمق واسع، ففي هديه الخلاص لما نريد والحياة السعيدة التي نتمنى ونرجو. فالمرتبطون به هانئون، لا يضرهم الباطل مهما أرضى وأزبد. أقوياء أعزاء لا تخيفهم حوادث الأزمان، ثابتون على المبدأ، ولا هم لله ولرسوله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حذار عباد الله من موالاة الكافرين والركون إلى اليهود والنصارى الحاكمين. غايتهم واحدة، وهي القضاء على الإسلام والمسلمين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهل يا ترى يفقه أهل الإسلام ما يخطط لهم أعداؤهم؟ هل آن الأوان لأن يتناسى المسلمون عداواتهم وأحداثهم؟ يكفيهم لو عملوا ما أشعلوا عليهم من حروب عبثية وخصومات شيطانية
فيدركون من هو العدو المتربص بهم. اللهم ردنا إليك مردا جميلا وأصلح أحوالنا يا كريم. هذا والله يقول وقوله الحق المبين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدي